معك نزار أيضا هذا المساء عن هذه الأزمة الحقيقية في الاتحاد التونسي للتنس قبل انطلاق الانتخابات الرئيسية في تونس. الرئاسية، نعم حكيم، يعني بالفعل. والأخبار تدور عن عدم تواصل رئيسة الاتحاد التونسي سلمى الملهي مع المعنيين قبل إجراء الانتخابات، بل فقط أرسلت بيان صحفي إلى إحدى وسائل الإعلام في تونس. وينضم إلي مباشرة من هناك السيد مونجي بوحليلة، رئيس الاتحاد التونسي السابق للتنس ورئيس نادي التنس الحالي الذي ينظم بطولة التنس المفتوحة. ومساء الخير. بداية سيدي، دعني أسألك يعني عن معطيات هذه الحملة الانتخابية التي تمارسها سلمى إذن المويلهي بطريقة وان مان شو، إذا بإمكان أن نسميها. اهلا وسهلا، شكرا. الانتخابات القادمه للجامعه التونسيه للتنس للاسف تدور في ظروف غير شفافه وغير نزيهه، واقل ما يمكن ان نقول عنها ان المكتب الفيدرالي الحالي اللي هو مترشح كذلك سلمى الملهي مترشحه لمده نيابيه اخرى، تستعمل كل الطرق لابعاد اي منافس. المؤاخذه الاولى هي عدم احترام القانون الاساسي للجامعه التونسيه للتنس الذي ينص في الفصل 19 على ضروره اعلام النوادي اللي هي تمثل المنتخبين، ضروره اعلامهم 30 يوم قبل تاريخ الانتخابات، وهذا ما لم يتم. وقع نشر إعلان عن الجلسة العامة الانتخابية في صحيفة لم يطلع عليها أحد. اتصلت شخصيا بعدة النوادي بعديد الرؤساء لم يطلعوا على مثل هذا الإعلان، وبدأت الجامعة تتصل بالنوادي منذ يومين أو ثلاثة، أي 9 أو 10 أيام فقط قبل تاريخ الانتخابات، وهو تاريخ لا يمكن أي مترشح من تقديم ملفه ومهما كانت الحملة التي يقوم بها. فالجامعة تسترت على هذا التاريخ، على تاريخ الانتخابات، لكي تمنع في سوء نية معناها واضحة، لكي تمنع أي ترشح آخر للأسف الشديد. وهذا شيء مؤسف في تونس في 2016 بعد ما قامت به المجموعة الشعب، بعد ما قام به الشعب التونسي من مقاومة لمثل هذه الممارسات التي كانت موجودة في عهد قديم. للأسف فما تواصل في الممارسات هذه. نعم. النقطة الثانية والمؤاخذة الثانية هي كون المترشحين للجلسة للانتخابات انتخابات الجامعة التونسية للتنس يقدموا ملفات الترشح نتاعهم للمكتب الفيدرالي الحالي اللي هو في نفس الوقت خصم وحكم. نعم. هل هذا معقول؟ لا، غير معقول. دعني فقط أسألك، يعني أنت عضو اتحاد دولي للتنس، يعني أستاذ منجي، يعني ما بالإمكان فعله الآن؟ يعني الآن ما حدث يعني. والله للأسف الشديد هناك المحكمة الرياضية، ولكن نعم. بصراحة أقولها معناها ليست لي ثقة في هذه المحكمة لأسباب يطول شرحها. اتصلت بالجامعة الدولية للتنس، نعم. وأعتقد أنها معناها أرسلت مكتوب للجامعة ولكل من يهمه الأمر لمحاولة الإصلاح، ولكن للأسف الشديد ما هيش طريقة هذه لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة ومحايدة. كيف يعقل أن أقدم أنا وقائمتي ملفي لينظر فيه نعم. الخصم المترشح كضد؟ هل هذا معقول؟ هذا غير ممكن. كل النوادي التونسية في انتخاباتها في السنوات الأخيرة تكون لجنة مستقلة تشرف على كامل العملية الانتخابية، قبول الترشحات، النظر في الملفات، الإشراف على عملية الاقتراع، الفرز والتصريح بالنتائج. هذه واضح. لجنة مستقلة موجودة في نادي التنس بتونس، في نادي التنس بالمجرين، في صفاقس، في المرسى، في كل النوادي التونسية، إلا نعم. الجامعة التونسية اللي هي من المفروض تكون وضحت المثل الفكرة. الأعلى للنوادي. وضحت الفكرة أستاذ منجي. يعني بوحليلة، شكرا جزيلا لك. وكنت تحدثني عن الأزمة الحقيقية التي قد تضرب الانتخابات الرئاسية في الاتحاد التونسي شكرا. للتنس. شكرا لك.